يا أماه إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. طبعا المقطع اللي حضرتك شايفه ده كارثة بكل المقاييس. اللي انت شايفه ده مصنع تحت بير السلم، واحد من الناس عامل ما شاء الله مصنع اهو، وبيصنع كل حاجة الناس بتاكلها. يعني جيلي تلاقي، وبسبوسة تلاقي ما شاء الله اهو، وكافي ميكس وبيكنج باودر، وكل المواد الغذائية اللي الناس بتاكلها بيصنعوا. نسكافيه زي ما حضراتكم شايفين، كل حاجة بيصنعها تحت بير السلم بدون طبعا رقابة وبدون حساب وبدون أي شيء. وادي الكافي ميكس، مصنع ما شاء الله. ونستيلا يعني شوية وكان ممكن يصنع بني آدمين كمان في المصنع ده. وادي اكياس النسكافيه. وهنشوف مع بعض دلوقتي المكان اللي بيصنع فيه الحاجات دي كلها اهو ما شاء الله. ده المكان اللي بيعبي منه الاكياس اللي احنا بنشربها، الجيركن اهو ما شاء الله. ودي البودرة اللي المفروض احنا بنحطها في الاكياس وبعد كده احنا بنشربها. ما شاء الله عدة متكاملة، عدة متكاملة، وكياس وتموين ودقيق وكل اللي يخطر على بالك، وكياس ما اعرفش بجيب الاكياس دي ازاي اصلا. يعني المفروض ان كل شركة من دي لها مصنع خاص بيها، لا هو ما شاء الله جمع كل ده في مصنع واحد تحت بير السلم، بيصنع كل الاكياس اللي حضراتكم شايفينها دي. حتى الشاي يعني ما شاء الله بيصنع شاي كمان، شاي العروسة بيتصنع عنده في المصنع. طبعا ما نعرفش بيستبدل الشاي بايه او بيحط فيه ايه، وبيكتب برضه تاريخ انتاج زي ما هو عاوز وتاريخ صلاحيه زي ما هو عاوز. ولا حول ولا قوه الا بالله. اللي انا عاوز اقوله ان الناس بقى اسهل حاجه عندها ان هي تاكل حرام. الواحد ما عادش بيفرق معاه اذا كانت فلوسه دي جايه من مكان حلال او من مكان حرام، المهم ان هو يبقى معاه فلوس وخلاص. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم غش المسلمين في اي منتج او في اي تعامل بينهم وبين بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن الزمان اللي احنا عايشين فيه ده، فقال صلى الله عليه وسلم سياتي على الناس زمان لا يبالي الرجل امن حلال اكل ام من حرام. النبي بيقول لك ان في زمن هيجي على الناس الواحد ما يبقاش فارق معاه بياكل حلال ولا بياكل حرام، المهم ان هو ياكل وخلاص، المهم انه يبقى معاه فلوس وخلاص، المهم ان هو يعيش عيشه كويسه وخلاص. ما يفرقش معاه انه يجمع فلوس على حساب مرض الناس او على حساب موت الناس او على حساب اي شيء في المجتمع، المهم ان هو يبقى من اثرياء الناس وخلاص. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما جسم نبت من حرام فالنار اولى به. اي جسم بينبت على الحرام وبيتغذى على الحرام النار احسن مكان ليه واولى مكان بيه. وانا بقول لصاحب المصنع ده وبقول لكل صاحب مصنع ممكن يغش الناس في قوتهم وفي غذائهم، تخيل ان كل انسان انت غشيته هيجي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، يقف قدامك يوم القيامه ويقتص منك بين يدي الله ويقول له يا رب خد لي حقي منه، يا رب الراجل ده ظلمني في اكل عيشي وغشيني في الاكل اللي انا باكله. كل انسان شرب كافي ميكس مصنوع بطريقه غير شرعيه هياخد من حسناتك يوم القيامه، وكل انسان شرب شاي مش عارفين جاي منين هياخد من حسناتك يوم القيامه، وكل انسان انت غشيته في منتج من المنتجات اللي هو بياكلها او بيشربها هتتساءل عنه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهيقتص منك بين ايدين ربنا. اوعى تفكر انك ذكي علشان بتضحك على الناس وعلشان بتجيب مكاسب جباره او بتكسب فلوس كتير جدا، ما تفكرش انك كده ناصح او كده بتضحك على الناس. انت حتى لو ضحكت على الناس مش هتقدر تضحك على رب الناس سبحانه وتعالى، وهتقف بين ايدين ربنا وهيسالك وهو ادرى بما كنت تفعل. وانا بقول لكل صاحب مصنع او كل انسان بيشارك في الجريمه دي، انا بقول له اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، حتى لو وزير الصحه مش شايفك، حتى لو وزير التموين ما هوش واخد باله من اللي انت بتعمله، حتى لو انت شايف انك بتضحك على الناس دي، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ويعلم ما تفعل وستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم خلط اللبن بالماء وهو مش هيسبب ضرر للانسان، ومع ذلك حرم الغش بالطريقه دي. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ارسل عمر رسولا ينادي في الاسواق ويقول يا بائع اللبن لا تشوبوا اللبن بالماء فتغشوا المسلمين، ومن يفعل ذلك فسوف يعاقبه امير المؤمنين عقابا شديدا. فخرج عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ذلك مع خادم له ليتفقد احوال الرعيه، ثم جلس ليستريح بجوار احد
الجدران، فسمع امرأة تقول لابنتها: يا ابنتي هيا قومي فاخلطي اللبن بالماء. فقالت البنت التقية لأمها: يا أماه، أما سمعت ما قاله أمير المؤمنين اليوم؟ فقالت الأم لابنتها: وماذا قال أمير المؤمنين؟ قالت: بأنه أمر ألا يخلط اللبن بالماء. فقالت المرأة لابنتها: يا ابنتي هيا قومي فاخلطي اللبن بالماء، فإنك في موضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر، يعني أنت في مكان لا عمر شايفك ولا الرسول بتاع عمر شايفك، فقومي اخلطي اللبن بالماء. فقالت البنت التقية: يا أماه، والله ما كنت لأطيعه في العلن وأعصيه في الخفاء. يا أماه، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. بتقول لها لو سيدنا عمر مش شايفنا فإن رب عمر شايفنا. وده اللي أنا عايز أقوله لكل صاحب مصنع بيغش الناس: لو كان الحاكم مش شايفك أو الوزير مش شايفك أو المسؤول مش شايفك، اعرف إن رب الوزير ورب الحاكم ورب المسؤول شايفك ومطلع عليك، وستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. نسأل الله أن يهدي كل إنسان يغش في قوت المسلمين أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أصحاب المصانع، اتقوا الله في مالكم، واتقوا الله في المسلمين، واتقوا الله في صحة الناس، فإنكم مسؤولون عنها بين يدي رب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.